سائر الشعب المغربي كنحتفلوا بهذه الذكرى الغاليه اللي كتعطينا واحد الاحساس بالفخر والاعتزاز، وهي مناسبه للترحم على روح الطاهره الحسن الثاني رحمه الله مبدع المسيره. كما اننا كنهنئوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله على الانجاز الغير مسبق في مؤسسه كبيره كمجلس الامن، واللي عطات اصحاب الحق ديالهم، واللي جاء بعد 50 سنه من الدبلوماسيه الرصينه، واللي كانت في مجموعه تاع المراحل قاب قوسين انها تكون انفلاتات من خارجه على سياق المنظومه الامميه، انطلاقا من المناوشات تاع الوهميين ومن يساندهم فيه ومن في فلكهم من المساندون. ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى ان يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، والحق دائما الله سبحانه وتعالى وعد نفسه ان الحق يرجع للناس ديالو. والحمد لله اليوم كنشهدوا ان سيدنا جلاله الملك محمد السادس نصره الله كيمد يديه الاخوان ديالنا والاشقاء ديالنا الجزائريين والفخامه الرئيس الجزائري، كذلك كيمد اليد ديالو العوده تاع السكان المخيمات. والحمد لله اللي شفنا بان هذه الدعوه لقات واحد الايقاع والوقع عند نفوس هاد الاخوان ديالنا في المخيمات. والحمد لله الامور راه غاديه مزيانه، التنميه الاقتصاديه غاديه مزيانه، التنميه السياحيه غاديه مزيانه. الحمد لله اليوم هي بدايه مشروع تنموي حقيقي في الاقاليم الجنوبيه مسيره اخرى. والحمد لله حنا كنتشوقوا اننا نشوفوا الاخوان ديالنا هما كيشاركوا في التسيير تاع المناطق العزيزه على قلوبنا، مناطق الاقاليم الجنوبيه. وهي مفخره لنا اليوم اننا كنعطيو لوليداتنا بان كنقول لهم باننا الحمد لله طريق الدبلوماسيه طريق دائما ما يكون ناجحا ويكون ذو جدوى وذو نتائج حسنه. شكرا جزيلا. شكرا استاذ، بارك الله فيك، تبارك الله عليكم.